السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا هنعمل مع بعض السمك البلطي. طبعا محدش بيختلف عنه ولا مفيش اتنين بيختلفوا عنه، بصراحة كله بيحبه جدا. بصوا، أنا عايزة زي ما انتوا مقدار اللي انتوا عايزينه. طبعا أنا نضفته كويس جدا. وبعد كده عصرت عليه ليمون وسبته شوية. دلوقتي بقى زي ما هوريكم كده أنا عاملة خلطة عاملة ازاي. دلوقتي بقى تعالوا مع بعض الخلطه اللي انا عاملاها دي عشان نحشي بيها السمك. دي راس توم، وكمان 2 فلفل، عاملاهم في الكبه مع بعض. وكمان معلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره كمون، وكمان معلقه صغيره ملح، وكمان عايزه عصره ليمونه، وكمان معلقه توابل سمك بس، واقلبهم كلهم مع بعض. دلوقتي بصوا بقى، بسم الله. نمسك السمكه. طبعا بصوا انا طبعا بحب بصوا من هنا كده زي ما انتم شايفين كده، برضو من الناحيه التانية كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، بصوا طبعا منضفاه حلو جدا. بصوا بقى ناخد كده من الخلطه، وبعد كده زي ما احنا شايفين كده كده بقى اعمل معاكم واحده تاني. بسم الله. برضو هنقطعها زي ما قلت لكم كده، او كده. بصوا برضو، بصوا نضيف ازاي، لازم ننضفه حلو جدا. بصوا بقى ناخد من الخلطه بس كده تمام. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين هنجيب مج دقيق، وهنحط عليه توم بودر. بسم الله. عايزه اقول لكم معلقه صغيره. كمان هحط ربع معلقه كمون، وكمان نص معلقه صغيره ملح. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين كده هنقلب كل الدقيق مع بعض. بس كده. دلوقتي بقى هننزل بالسمك طبعا على الدقيق كده. بسم الله. بيكون بقى زيت سخن جدا، ونقلي السمك فيه. زي ما احنا شايفين كده احنا جبنا زيت طبعا سخن. عايزه اقول لكم تركايه كده من عندي، انا بحط ليمون في الزيت عشان ما يطلعش ريحه السمك في البيت كده. بسم الله. كده خلاص احنا شايفين الزيت خلاص. هنحط بسم الله الرحمن الرحيم السمك. طبعا زي ما احنا شايفين كده السمك لما ياخد لون الذهبي هنقلبه على الجنب التاني، وبعد كده بقى يكون استوى. زي ما احنا شايفين انا قلبت واحده كده زي ما انتم شايفين كده، خلاص خدت اللون الذهبي. هنقلب بقى مع بعض دي. بسم الله. كده هتاخد بقى اللون الذهبي على الوجه التاني ده، وخلاص كده تبقى استوت، او الجنب التاني كده زي ما احنا شايفين. بسم الله. هنشوف من الجنب التاني كده كده تمام. بصوا طالع كفر بصراحه ومقرمش وجميل كده. خلاص هنطلع كده بقى السمك. وكده السمك بعد ما اتقلى وخلص، وبالهنا والشفا. يا ريت تجربوه، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. طبعا بقى بيتقدم جنب رز صياديه وطحينه، براحتكم بقى. كده زي ما احنا شايفين بقى يتقدم مع رز صياديه وسلطه طحينه، وبالهنا والشفا. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.